بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المولى عز وجل: من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الجمع الأصيل الحاضر، سكان دائرة هواري بومدين، دائرة البطلة والبطولات. أيها السادة، لأجل العزيزة الغالية علينا كعبة الأحرار الجزائر المستقلة، نتجمع وإياكم أيها السادة، أيها الإخوة، بكل عزة وشرف لنرفع الضر عن الخضراء. بلادنا أمنا الجزائر الشريفة، موطن 1,500,000 من الشهداء. لا تبكي يا غالية، لا تبكي يا غالية يا خضراء، فأنت في القلب والعين ولو تكلف ذلك غالية. ولا تحزني، ولا تحزني، فإن رادوك للعزة والشرف. عزة وشرف طالما عملت فرنسا العدو وأتباعها على إقحامهما. أيها السادة، مواطنو دائرة هواري بومدين، من فيكم لا تعز عليه أسرته، ومن فيكم لا يبكي ضررا أصاب أبناءه وإخوته، فكيف بالأم الغالية؟ فكيف بالأم الغالية التي إذا ذكر اسمها لعزتها ملأت الدمعة العين؟ بلاد الأحرار، بلاد الذين ضحوا يوما من أجل أن نحيا كلنا، بل يحيا الشعب الجزائري مسلم فوق ترابه، معزز مكرم، شمله صغيره وكبيره، ذكره وانثاه، مبدأه مبادئ الثورة التحريرية، ثورة نوفمبر، استرجاع سيادة الشعب الجزائري من خلال دولة ديمقراطية اجتماعية وجمهورية. جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه الضاحك القسمات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات. أيها السادة، الأم الشريفة جزائر 1,500,000 من الشهداء عانت الكثير بعد الاستقلال من مخالب العدو الفرنسي. عانت من أزمة حادة، أزمة وليدة التشكيك والنكران والثراء الغير مشروع للبعض عن طريق عادات استهلاكية جديدة، مما أدى في الوجه الآخر إلى استدانة ثقيلة جدا ورثتها الأمة بأكملها. أزمة الجزائر أزمة وليدة تخلي الدولة عن مهامها لتضع نفسها في خدمة العشائرية. أزمة الجزائر أزمة وليدة خرق الدستور وانتهاك قوانين الجمهورية، مما زاد في الطين بلى يومها، فحل العنف بصورة علنية أكثر في بلادنا محل الديمقراطية المعلنة، حيث طالب الشعب بالتغيير الحتمي بالطريقة المأساوية التي نعلمها كلنا في شهر أكتوبر
من سنة 1988. وللأسف الكبير تم الهروب إلى الأمام بافتعال حلول وهمية اتخذت كسياسة اجتماعية اقتصادية. ترك هذا اليأس المقترن بفقدان الثقة بسلوك بعيد عن الواقع المجال مفتوحا لكل المناورات، ومنها المناورة بقيمنا الروحية. وفتحت نفس هذه المناورات من جهتها المجال واسعا أمام محاولة زعزعة استقرار وطننا في وضح النهار. وجاءت الوثيقة الوطنية التي شرع فيها في جونفي من عام 1992 لتضع حدا لهذا الانحراف الخطير الذي وجد فيه الشعب نفسه المستهدف الوحيد من طرف هذه الأزمة الوطنية التي يمارس البعض فيها الإجرام الهمجي في الوقت الذي يحاول فيه آخرون تقريره، بينما اختار البعض مرة أخرى التزام الصمت المريح. فالشعب الجزائري الذي عانى الكثير من الخطاب الديماغوجي يحق له وفي الوقت الوجيز وإلى الأبد أن يخاطب بلغة الحقيقة والشفافية. حقيقة وشفافية ينبغي أن لا يشكك فيهما من الآن فصاعدا. ها قد طلع البدر علينا على الشعب الجزائري، وأتيحت الفرصة اليوم للمنافسة السياسية والتعددية الديمقراطية، وتهيأت ظروف التغيير، فالشعب مدعو إلى تحقيق إرادته من خلال اختيار من يحكمه. ونرى في هذا الخصوص أن حتمية الحل أكيدة، ولا يمكن أن تتأخر أكثر. فالأزمة التي عاصفت بالبلاد وشوهت قيم المجتمع وجعلت أولى الأولويات عند الشعب الجزائري هي كيف يعاد الأمن والاستقرار، وتعاد الكرامة والثقة للمواطن، وكيف تبنى دولة حديثة وقوية بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر العظمى. وفي هذا السياق واستجابة لكل التساؤلات والتطلعات، واستجابة لنداء العديد منكم، واستجابة لنداء الواجب الوطني، فمن أجل كل هذه الأهداف النبيلة وبإخلاص وفي ظهر الرجل البطل المغوار المرشح الحر، رجل المصالحة، رجل لم الشمل، السيد اليمين زروال، ليقول في برنامجه: لنبني الجزائر معا، لنبني الجزائر معا. لنبني الجزائر معا هي العنوانة المتميزة التي اختارها مرشحنا الحر السيد اليمين زروال، هو الإثراء الذي دعا إليه الشعب الجزائري ليؤمن حياته، حريته وماله، ويرفع عقبها التحديات والرهانات التي تواجهه. لنبني الجزائر معا. لنبني الجزائر معا هو اقتناع الشعب الجزائري بأنه يملك القدرة على التضحية، والإيمان بأن العمل المنتج قيمة اقتصادية وحضارية لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. لنبني الجزائر معا. لنبني الجزائر معا في ظل الوفاء لرسالة نوفمبر التي ورثناها عن الشهداء الأبرار. لنبني الجزائر معا. لنبني الجزائر معا لأن لا بديل لنا
لا بديل لنا عن لم الشمل الوطني لنبني الجزائر معا، لنبني الجزائر معا بالجهد والاجتهاد بعيدا عن الديماغوجية التي دفعنا بسببها جميعا ثمنا باهظا. لنبني الجزائر معا، لنبني الجزائر معا حتى نرفع علم الجزائر عاليا ونقول تحيا الجزائر. السيد اليمين زروال، يتساءل الكثير فينا من هو السيد اليمين زروال. قبل التطرق إلى حياته نود وبتلخيص تحمسه للطابع الوطني السيد اليمين زروال في وقت تعلمونه أنتم أيها المواطنون ومن أجل قيمة الجزائري وشخصيته التي مستها الدولة المغربية حينما طردت الجزائريين من أرضها لغاية أمنية. أقول لأجل هذا غلق السيد اليمين زروال الحدود الجزائرية المغربية قائلا للملك الحسن الثاني: هذا إنذاري الأول والأخير إن مسست بالمواطن الجزائري. اليمين زروال هو الرجل البطل الذي ضرب فرنسا العدو، تعلمون كلكم هذا، الذي ضرب فرنسا العدو، فرنسا الحاقدة بالمروحة ثانية حينما قال لجاك شيراك رئيس الدولة الفرنسية: ما أريدها سرية ولا ودية، إنما الأم الجزائر تعلو عن كل حساب يحسب لها. السيد اليمين زروال هو ذلك الرجل الذي لم يقل في برنامجه بديلا ولا عارفا ديمقراطيا، إنما قال لنبني الجزائر معا. السيد اليمين زروال هو ذلك الرجل الشام الذي قال في خطاب له، وانا نظن انكم شاهدتوه كلكم عبر شاشة التلفزة، حينما قالها وبالكلمة وبالحرف الواحد، والذي على اثر ذلك لم يستطع اي كان فيهم من المرشحين ان يقولها. السيد اليمين زروال قالها وبعمق وهو يحملها في قلبه ويحملها في عينه. قال: إني مستعد أن أموت حالا وحالا من أجل الجزائر. ظهر الرجل البطل، ظهر الرجل البطل، الرجل الحكيم، المرشح الحر السيد اليمين زروال، استجابة لكل التساؤلات، فبعمق يشاطركم تطلعاتكم وآمالكم، والتي هي نفسها تطلعات وآمال الشعب الجزائري المسلم الحر، ويستجيب في الآن نفسه للواجب الوطني، لأن مشروع أول نوفمبر من عام 1954 والذي يغذي قناعاته الملتزمة يبقى يستوجب الاستكمال، بل إنه موضع تحديات عديدة وملحة. سيد اليمين زروال كلكم أعلم به لأنكم المواطنون المخلصون لهذا الوطن العزيز الغالي، ولكن بودي أن ألمح عن حياته النضالية في سبيل أن تحيا الجزائر. السيد اليمين زروال هو من مواليد 3 جويلية من عام 1941 بباتنا، وقد التحق بصفوف الجيش التحرير الوطني، والعمر تاعو ما يتعداش 16 سنة، أعيد ما يتعداش 16 سنة. وبعد الاستقلال
تابع الدراسة العسكرية تاعو بالاتحاد السوفيتي في سنة 1965. ثم قاد بعد ذلك مجموعة مدفعية بسيدي بالعباس وترقى إلى رتبة نقيب مدفعي، ثم تابع دروس خاصة في المدرسة العليا للتكوين العسكري بباريس. وبعد أن ترقى إلى رتبة رائد في سنة 1975 صح على رأس مدرسة أسلحة القتال التطبيقية بباتنا. وفي سنة 1981 أصبح على رأس الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشكل برتبة مقدم. 1982 كان قائدا للناحية العسكرية السادسة ثم الناحية العسكرية الثالثة في سنة 1983. أما في سنة 1987 فقاد الناحية العسكرية الخامسة. 1988 ترقى إلى رتبة عميد وعين مساعد رئيس قيادة الأركان قائدا للقوات البرية. أعيد قائدا للقوات البرية.